أهلا بكم. لا نحقق الأعمال بالأمنيات إنما بالإرادة نصنع المعجزات. فريق يد الزمالك على مر العصور والأزمنة أقل وصف ممكن يتوصفوا به إنهم رجالة شبعانين ونضاف كمان. عموما على مر العصور ومر الأزمنة طول عمرنا وإحنا صغيرين بنسمع إن مجالس إدارات نادي الزمالك فيها مشاكل وفيها حوارات وما فيهاش أساسا ماديات. ولكن الثابت بالنسبة لنا كجمهور نادي زمالك، الثابت والدايم ان فريق كرة اليد بطل لأي بطولة بيخشوها الرجالة. عموما ما يعرفوش معنى كلمة استهتار على الإطلاق. ما فيش مستحقات على العهد اللي عرفناه وتربينا عليه وعلى الطريق رايحين يا رجالة. عموما كل الأولوية رايحة طبيعي لفريق كرة القدم اللي ما عملش ربع إنجازاتهم أساسا في التاريخ، ولكن ده طبيعي كونها اللعبة الشعبية الأولى لدى جمهور نادي الزمالك العظيم. ولكن فرقة اليد أيا كانت الظروف والأزمات فهما أبطال الحدث دايما، إنجاز تلو إنجاز. عموما رجالة اليد بقيادة الذهب الذي لا يصدأ أبدا أحمد الأحمر وأحمد هتلر المدير الفني، راحوا السعودية على مرتين، ما كانش معاهم فلوس الأتوبيس ولا معاهم فلوس الفطار كمان، بدون أي دعم من أي شخص في نادي الزمالك العظيم والعريق، بدون أي دعم على الإطلاق من أي شخص في النادي، من مجلس الإدارة السابق اللي ما دفعش أساسا 20,000 دولار قيمة الاشتراك في البطولة، بطولة عربية مؤهلة للسوبر جلوب كأس عالم أندية. عموما وصلوا للفينال. وقبل ما اقول لكم لازما تحيه وشابوه لجمهور نادي الزمالك العظيم، يظل دايما فارسها الاول وحاميها الاول والابدي والباقي هو جمهور نادي الزمالك العظيم اللي واقف خلف الشباب والرجاله. عموما وصل بالاتوبيس الساعه 12 الظهر، 1 الظهر، كانوا متفوقين على وفاق عين توته، وفاز الزمالك بعدها على الشعلة اليمني والهدى السعودي، وخساره فرق هدف واحد من العرب الكويتي، وفوزنا كمان على مدر السعودي في نصف النهائي 29-24 يوم الجمعة. وهنلعب اليوم إن شاء الله بمشيئة الرحمن الفاينل البطولة 7:30 مساء 27 أغسطس مع الكويتي. عندي يقين في الله عز وجل، عندي يقين في ربنا سبحانه وتعالى ان الزمالك بطل البطولة العربية وهو المؤهل. يد الزمالك لا تعرف معنى كلمة مستحيل، أعظم فريق رياضي في تاريخ الرياضة المصرية، أعظم وأهم مانيتاليتي عصرتها الرياضة المصرية، أكبر فريق رياضي مصري جاب للبلد ألقاب قارية. عموما طبيعي إنه يلاقي كارثة ورا كارثة بتهدد موسم الزمالك وكوماندو زياد الزمالك اللي هيبدأ الجمعة بطولة الدوري العام لكرة اليد. مجلس إدارة سابق فاشل بقيادة مرتضى منصور ومجلسه ما كانش أساسا مستحقات متلتله، ووفقا للائحه ما ينفعش الزمالك يطلع كرنيهات لعيبه بدون ما يدفع المستحقات اللي عليه لدى اتحاد كره اليد. 10 لعيبه فقط مستخرجين البطاقات والكرنيهات، وباقي اللعيبه غير قادرين، وما ينفعش نادي الزمالك يبدا الموسم ب10 لعيبه فقط، ما ينفعش على الاطلاق. حماده عبد الباري مدير جهاز الاداري بكره اليد اوضح ان شاء الله باذن الله اللجنه الثلاثيه قدمت عايزين اسبوع من اجل الاستقرار فقط في نادي الزمالك، وان شاء الله باذن الله في بدايه تصحيح المسار. واثق ان شاء الله باذن الله، وبنناشد الدوله وبنناشد كمان اتحاد كره اليد ان هو يحافظ على احد اهم قطبي الرياضه المصريه نادي الزمالك العظيم والعريق، وان يدينا المهله الاسبوع زي ما قالت اللجنه الثلاثيه. عموما احب اقول لكم ان ماتش اليوم بمشيئة الرحمن 7:30 مساء، واثق بمشيئة الرحمن في الرجالة. ان فزنا ده طبيعي بالنسبة لنا، وده طبيعة نادي الزمالك لكرة اليد، إنجاز تلو إنجاز. ولا قدر الله لو الزمالك خسر الماتش، أحب أقول لكم أن لا يوجد في كرة اليد على الإطلاق من يستحق أن يكون خصم لنا سوى الخطأ منا، فنحن عمالقة القارة في كرة اليد. شابوه الجمهور نادي الزمالك العظيم اللي راح خلف الرجاله، وشابوه من الاعماق لجمهور نادي الزمالك العظيم اللي دفع من جيبه علشان يساعد نادي الزمالك في ازمته. مليون مبروك بمشيئة الرحمن، مقدما بطولة ولقب غالي واصعب لقب في التاريخ من وجهة نظري في ظل الازمات والظروف اللي بيمر بيها نادي الزمالك العظيم. دمتم في امان الله.